المغرب يتحمل فاتورة لا تطاق لتدريس اللغة الفرنسية، كتحملها الدولة، كتحملها المواطن، كتحملها الأب والأم، وفاتورة معنوية أفحش. وغنعطيك الأرقام: سربت وثيقة سرية خطأ، وعوقب من سربها خطأ، مسكين ما سربهاش، والتقطها الأستاذ المنافح عن اللغة العربية، الرجل الفد المقاتل الشهيد الحي واقفا الدكتور عبد الإدريس الكتاني، ونشرها في الكتاب ديالو المعروف على 80 عاما من الصراع بين العربي والفرنكوفوني. هذه الوثيقة كتقول تقرير سري دارته وزارة التعليم كتشخيص أن متوسط التأخر الدراسي في المغرب متوسط العام 5 سنين ونص. راه كنعاود لكم على الثمانينات ماشي دابا راه كثر. معناها الدري اللي غيتشد الباك على 12 عام كيشد الباك على 17 عام ونص. والسبب الازدواج اللغوي. أنا مما يفريني اللي كيفقصني هو أن المواطن المغربي اللي دويتي ما يقول لا خويا خصنا نتعلموا الفرنسية ونتعلموا الإنجليزية ونتعلموا العربية، خصنا نكونوا مفاتيحين. ما كاينش سؤال الكلفة. الازدواج اللغوي يتسبب في المتوسط ديال 6 سنوات ديال التأخر. الازدواج اللغوي يرهق الطفل. ملي خويا العلماء ديال البسيكولانغويستيك، علماء علم النفس اللغوي اللي هما الميريكان اللي قراونا، ما كيخليوش الدري يمس لغه اخرى الا على 11 عام. المانيا، فرنسا، هذا هو السؤال الهوسني عندي. فين ما مشيت عندي شي كنسول عليه. عندي تقريبا 450 صفحه نشرته لجنه الثقافه والتعليم في الاتحاد الاوروبي، مقالي كاترين اشطر. ها هو منشور 3 لغات في السياسات اللغويه. تدريس لغه ثانيه للطفل قبل 11 واغتصاب لتكونه الهش في اللغه ديالو. هذا والفرق شاسع بين فرنسي يتعلم الانجليزيه، راه كيمشي عند بنت عمو وجارته بنت اختو، نفس الخط، نفس التاريخ، نفس الديانه. يعني الانتقال، الانكسار، الازدواج، المعاناه اللي عند الفرنساوي اللي كيتنقل الانجليزيه ماشي واحد المغربي اللي كيتنقل الفرنساويه. راه الفرنساوي كيقفز واحد الحفره فيها 4 سنتيم، المغربي راه كتقول له قفز البحر. علما بأن هذا اختيار محسوم، ما عنده علاقة لا بضرورة تاريخية ولا برؤية قرآنية ولا برؤية توراتية. هذا اختيار محسوم. أي أمة بغات تقدم خصها تمشي للترجمة، ماشي اللي في تعلم، ماشي اللي في تضيع. دابا يا المغربي تسنى الخبز تيطيب الجوع، ولا تسنى الجوع تيطيب الخبز. اجي المغربي باش تولي متقدم قرا الفرنساوي والانجليزيه، لا سي واحد النخبه غتقرا، وهاد النخبه عندها استعداد سيكولوجي. اخلي قال قبيلتي، سمحوا لي بديت كنخلص باش نختصر. اخلي قال قبيلتي راه عندنا طلبه كيكونوا ممتازين في كل شيء. طالب اخويا اللي كيكون ممتاز في الفرنساويه والانجليزيه والعربيه والماتطه ماشي طالب عادي. حنا كنتكلموا على شعب فيه 30 مليون ديال الفقراء والبؤساء والمتوسطين. السياسه اللي ما تمشيش مع المتوسطين، التعليم اللي ما يطلعش بالمتوسطين ماشي التعليم اللي في الاخر غادي يبانوا فيه غير عباقرة وسقط كل شيء ونخسروا الملاعب. هل تعلمون ان ميزانيه المغرب في التعليم تعتبر من ارهق الميزانيات في العالم؟ 15 عام وانا في البرلمان، 25% من الميزانيه العامه للدوله المغربيه كيدير التعليم، بالمقابل المنتوج من اردأ المنتوجات. والسبب هذا الازدواج اللغوي المرهق اقتصاديا ونفسيا وماديا وحتى الخرطه بيولوجيا. ولادنا راه كتقسم لهم ظهرهم بهذيك 8 كيلو اللي كيهزوا نصها فرنساويه. الان في البرلمان احنا دابا كنناقشوا قانون المال. تخيلوا مع افساد البيئه، كل نائب برلماني تياخذ 8 الكرابين ديال الكتب. ملي كيجيبوا لي انا التقارير اللي حنا كناخذوا تقارير ضخمه باش نناقشوا القانون، ملي كيجيبوا لي الحصه ديال كنتالم. حنا في البرلمان 600 واحد، كل واحد تجي 3 الكرتونات، هي 1800 كرتونه. شحال البيئه، شحال الميزانيه، والمغرب كيستورد الطوابع وكيستورد الماتريال وكيستورد الامداد. شحال الغابات كيتقطعوا. علاش؟ حيت كلشي بالفرنساويه والعربيه. وعلاش؟ لماذا هذه العقليه المترجمه؟ حسبها بالوقت. مغربيات دابا خرج دابا كيف الطوموبيل كيشعل شاد اف ام ولا شحال اصوات وغتسمع المغربي كيقول له الو عندي واحد المشكل بروبليم البارح تخاصمت جيري كيريلي عندي واحد الدري صغير بسيكولوجيا ديال بدل المغربي الجمله اللي غينطقها في ساعه كينطقها في ساعتين لان كيطول لها كيترجمها. ولات عندنا عقليه مترجمه. الوقت اللي كنفقوه في الترجمه والفلوس اللي كنفقوا على الكوارت للترجمه وهذا الشيء عباد الله ما بغيتو. ولكن في دول اخرى انا بغيت نفهم لو انه في دول اخرى نقول هذا قدر، هذه طبيعه، هذه سنه. اما هذا ما موجود لا عند الالمان لا عند الامريكان، عندنا بوحدينا. طيب اسرائيل دوله كيان غصب معزول في قلب محيط عربي كراوها. انت غادي تفهم اكثر من
الاسرائيليين انهم خصهم يتعلموا اللغه العربيه. كانوا عندهم جيش ديال الجواسيس كيعرفوا اللغه العربيه، وجيش ديال المخترقين بالتطبيق كيعرفوا اللغه العربيه. واسرائيل دوله غير عاديه، معنى الحاجه للغات الاخرى في الدبلوماسيه والمخابرات والتجاره الخارجيه اكثر. ولكن واش الشعب العبري كله كيقرا العربيه والانجليزيه والشينيه والطاليانيه والجامايكيه باش يكون منفتح؟ ثم علاش كنناقشوا ديما عن انفتاح نظريات كيولي ديماغوجيه وسؤال الامكان وسؤال الجهد وسؤال النفقه. ولهذا انا لم اصدر في محاضرتي عن موقف مغلق من اللغات، انا اصدرت عن موقف شاك متظلم من الاغتصاب اللغوي، وهذا هو الفرق. طيب انا نختم لكم بالنقطه باش ما نطولش. الان الدراسات العلميه ديال الناس ماشي مستعربين ما عندهمش هذا المشكل علميا، واتكلم كمسؤول كنائب برلمان يقرا ويتعلم. يقول لك اللغه الفرنسيه الان بالسياسه التعليميه هي لغه اقصاء ل 28 مليون مغربي. علاش؟ بالعلم ياك هو الاخوه دوا بالارقام ندوز انا بالارقام. بالعلم ولاد العربيه هما اللي بارعين في المات والفيزيك والسيونس، ما هماش كيطلعوا للكليات العلميه، ما هماش كيمشيو للجامعات التقنيه، ما هماش كيدخلوا لمدارس المهندسين. علاش؟ كتقسم اللغه الفرنسيه. اللغه الفرنسيه اليوم اداه اقصاء لابناء الشعب من التخصصات اللي غيتمكنوا فيها يوليو رجال الدوله، وهذا من الذكاء والدهاء ديال فرنسا. اخي قول لي انت دويتي على الاخر ما دويتش على الذات؟ من الصباح وانا كنجلد في الذات، دويت على الهزيمه النفسيه، دويت على حزب فرنسا. حزب فرنسا راه مغاربه، تحمل فرنساويين، حزب فرنسا راه مغاربه كاين معنا. انا تكلمت عن الذات، ولكن ماشي معنى ما نتكلم الذات ما نتكلمش على العدو اللي هو اللي كيخطط لهذا الشيء. فرنسا الان ضامنه وليداتها وضامنه حزب يستمر في المغرب بهذه اللغه الاقصائيه. ما معنى ان دري متوسط في المات والفيزيك يوصل ينجح في الكونكور ديال احسن مدرسه المهندسين، واحد عربي مسكين انا عمري الفرنساوي ما كنطوش عنده في الدرب، ما كيعرفهاش، ما كاينش المحيط اللغوي، اللغه تكتسب من المحيط. تيجي يسقط مسكين في الكونكور في الفرنساويه واخا يجي الاول في المات. هذا الشيء راه ماشي كلامي، هذا راه كلام التقارير اللي كتكتب من العلماء المختصين المحايدين اللي ما عندهمش كاع هذا المشكل. ما هما لا من حزب العداله والتنميه ولا عندهم قضيه الهويه. اللغه الفرنسيه اليوم اداه اقصاء للشعب المغربي، 28 مليون مغربي مقصيين اللي ما عندهمش التمكن الفرنساوي. يعني اخي كيبقى ينوضي الميكروفون يتدخل ويقول لك لا خصنا نكونوا متفوقين ولادنا. كيتخيل راسو في القنيطره كيشد 3 المليون كيقرا ولدو في روض الاطفال ديال 2000 درهم. لكن اخويا الدراري اللي في العموميه حداكم هنا ما عندهمش هذا الشيء هذا. ثاني ما وفي دارهم ما كدورش الفرنساويه، وفي الزنقه ما كدورش الفرنساويه، وما كيقراش في روض الاطفال وما كيمشيش للمدرسه الفرنسيه، وبالتالي مسكين محكوم عليه. واخا يكون عبقري اينشتاين يسقط عمره ما يوصل لشي مدرسه المهندسين. وعاد من بعد اداه اقصاء في التوظيف واداه اقصاء. ونختم من الاخر باش ختمتها وختم قال لك وها هو وزير الخارجيه عندنا يتكلم كل لغه. ما نحن غادي نخرج 30 مليون وزير خارجيه؟ الله يرحمها هكذا. السير احنا قلناها دبلوماسيه والمخابرات الخارجيه والتجاره الخارجيه والترجمه، هذو 4 الادوات اللي كاينين. ماشي من التقاليد الربانيه. كاين دويتي ودويت وانا ما كنردش عليك، انا كنرد على افكار. انا لا ارد على شخصك يا صاحبي، الله يهديك. انا لا ارد على شخصك، انا ارد على افكار. نزال انك تدويت. النقاش الثنائي ما مقبولش في. تفضل. بالنسبه انت قلتي بان البرلمان عطاكم كتاب بالعربيه الفرنسيه، بالكيران يخرجوا بالعربيه. اسمح لي علاش ما صدقتش؟ طيب يا اخي نحن الان نحن في محاضره تناقش المفاهيم والتصورات والمواقف. اسمح لي وبالتي انا لا اتكلم، هذه مش محاضره العداله والتنميه، ولا اتكلم الان بصفتي عموم في حزب، ومع ذلك انا ادافع، انا اناقش الافكار. اسمح لي، المجتمع يتقدم ليس بحزب ولا بشخص ولا برئيس حكومه، المجتمع يتقدم بمفاهيم وتصورات يتبناها، المجتمع يتقدم بثقافه يبنيها بهذه المحاضرات وهذا النقاش، وهذا الشيء 30 عام باش يزيد لقدام. سي واحد الزمن وحنا ما تنتردوش هنا، نحن ما تنتردوش، كنناقشوا افكار. سي واحد الزمن، لا سي واحد الزمن استاذ، ما حناش جبنا الاحترام، هذا ما عنده علاقه بالاحترام. هذا ماشي موضوع الاحترام، حنا كنناقشوا افكار السي محمد. اسيب واحد الزمن، سيب واحد الزمن الله يرضي عليك. اسيب واحد الزمن. شوف الاستاذ معلش، شوف الاستاذ الله يرضي عليك، الله يرضي عليك استاذ. لا بأس اذا الاخ اعتبر اننا هنا لا التنازع. انا اسحب. اسمح لي انا اسحب كلام، صافي خلاص. اذا الاخ
استوعبش شنو كنقول انا نعتذر، ما كاين مشكل. دابا نرجعوا للافكار، نساو ابو زيد، نساو الاخ ليدوا، نساو عبد الاله بالكيران، نساو الشين والطليان. كنتكلموا في افكار. اي دوله في العالم عندها لغه، هذه اللغه خصها يكون عندها مكانه قويه باش تبني الشخصيه، باش تبني الطفل وتبني الهويه ديالو. وهذه اللغه النفقه عليها معقوله، والجهد المبذول معقول، والمده الزمنيه معقوله. هذه اللغه خصها تكون لغه التدريس ولغه الاعلام ولغه الثقافه ولغه الاقتصاد ولغه الاداره، وهذه هي الخمسه المجالات الحيويه. هكا الالمان، هكا الانجليز، هكا اليهود، هكا الشينوا، هكا العالم، هكا الروس، وهكا الدول المغلقه اللي عندها 6 مليون 5 مليون 4 مليون سكان وما عندهمش امل الا لاحوا رجليهم في الحدود تاع مشروع. مع ذلك استثمار في اللغه. ومن بعد كاين الناس الله خلقهم عندهم مواهب يمكن يتعلموا 20 لغه. واش كتعرفوا انا تلاقيت مع يهودي تيتقن 10 اللغات اتقانا كاملا، وهو حاخام واستاذ علم الاجتماع الديني في جامعه موريال، وتشرفت باستقبالي في بيتي لانه رجل عظيم وناضل ضد اسرائيل، وكاتب كتاب وحاضر لنا في البيت ديالي شخصيا مع اخوه. كان منهم عبد الاله كذا واستعملنا هذيك الساعه لواحد 10 سنين في موضوع كتاب كتبوه وسميتو اون نون دو لا تورا، باسم التوراه، ليستوار دو لوبوزيسيون جويف او سيونيزم، تاريخ معارضه اليهوديه للصهيونيه. هذا الراجل كيتقن 10 اللغات بطريقه مذهله، واحد الطلاقه لاكسون فرونسيز، واحد الطلاقه لاكسون انجليز، واحد الطلاقه لاكسون عربي. والعبريه تعلمها بوحده رغم انه كان فروسيا محجور عليه. ما طاح الاتحاد السوفيتي دار 30 عام، دار 30 عام خرج. انسان كتعرفوا انه في علم النفس اللغوي وراه 30 عام صعيب الانسان يتعلم شي لغه. اول حرف غينطقوا باللغه الفرنسيه، غينطقوا في موريال بعد ما هرب سنه 1990 موريال. يتكلموا الفرنسيه بلكنه لا يتكلم بها اعرق الفرنسيين. لكن هادو شحال كيمثلوا في المجتمع؟ واش على هادو غنحطوا نظريه في التعليم؟ واش على هادو غنبنيو السياسه اللغويه؟ هادو عباقره موهوبين لا يحتاجون الى الدوله اصلا، تستعلموا راسهم. والدليل على هذا المغاربه، شعب معاق في التعليم، شعب مقهور. الطالب المغربي كيبذل جهد كبير والحصيله التربويه ضعيفه لانه كاين اعاقه في البنيه. كيخرج الطالب المغربي وراكم تعرفوا، راه في عائلتكم، راه خوتكم، راه ولادكم. كيخرج الطالب المغربي من المغرب تيكون بزز كيجيب 10 في المغرب، كيولي الاول. كيمشي يدير 6 شهور في اللغه البلغاريه، اللغه الرومانيه، اللغه الروسيه. ما ندويش على المونغلي والفرنسي اللي عندنا هنا. كاين اخوان ديالنا مشاو لليابان وبعد 6 شهور ولاو كيطيروا ولاو كيجيو الاولين في الجامعات. هنا مشكل. اذا عندنا نظام تعليمي معاق يرهق الدوله، يرهق المربين، يرهق الاباء، يرهق التلاميذ ولا ينتج. هذا مشكل. خصنا نحسوا هذا المشكل شنو هو. ما كنعرفش انا 1 ولا 10 ولا 100. المئات من المغاربه اللي كانوا متوسطين في الدراسه وكيسقطوا لاحوا رجليهم خارج المغرب ولاو كيجيو الاولين ولاو عباقره. عندنا اشكال احد المشاكل الازدواج اللغوي. وكل فات الازدواج اللغوي دي مساله رياضيه كتحسب بالمات حتى اي واحد ما فيهاش شي نقاش فلسفي وايديولوجي، ما لهاش علاقه باختيارات الفلسفات، هذه ماتيماتيك. الازدواج اللغوي يساوي كم من الكلفه، كم من الاعراب.